نقول له لا ما يحزنكش ده. بالظبط. احنا نقول لنفسنا يعني كأنه ربنا الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين أقول بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه. ونقول يا صباح الفل عليكم يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين. النهارده بقى فيديو جديد، وان شاء الله كده تتنشطي وتقومي لو انتي كسلانه تخلصي اللي وراكي. طبعا بقى بنبقى صايمين. بصوا اليوم ده انا صحيت بدري وكنت بقى طبعا صايمه وعطشانه وجعانه. اللهم اني صايمه طبعا. بس بقى ايه يعني الصبحيه دي ما بتحسيش ان انتي يعني اهلكتي نفسك ولا اي حاجه، لا، بيبقى انتي لسه كده طازه زي كده الاكل الطازه. فانتي بتبقي لسه صاحيه من النوم، خلاص بقى في شبع بقى عشان متسحره كويس والكلام ده كله. فبتعملي بقى طاقتك بقى الصبح، فانتي صحي بدري احسن لك. عايزه اقولك ان عندي الدفايات بتاعه اوضه الاطفال كلها شراشيب، ما ينفعش اغسلها في الغسالة. مرة غسلتها في الغسالة كل الشراشيب ديت طلعت واتبهدلت خالص معايا. فبدأت ان انا انقعها كام ساعة كده لحد اما ايه تنضف معايا، وهي طبعا مش مهلكة يعني. فنقعتها كده وبعد كده هغسلها بقى واشطفها معاكم. لا يا رب مش هغسلها معاكم، بس هنقعها بس. بس كده. لو انت اول مرة بتشوفيني فانا اخت كبيرة، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. طبعا اخواتي واصحابي اللي دايما معايا في القناة، تسلم ايديكم على الكومنتات الحلوة ديت. ما نحرمش منكم ابدا ابدا، يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يحقق لنا كل اللي نفسنا فيه، ويا رب كل واحد نفسه في حاجة ربنا يحققها له في الايام المفترجة ديت. بصوا بقى هنا انا فرشت الملايات، الدفايات قصدي. فالاول كنت مدخلاها من جوه، من يعني لما بتيجي تخش كده الغرفة بتلاقي كده الملاية كده داخلة جوه السرير. دلوقتي انا سايباها لبره. بصوا نازلة ازاي. يعني بحب التغيير، انا من الناس اللي بحب التغيير جدا. من اقل حاجة مفرش بس كده هو تغيره من هنا لهنا، خلاص انا كده حسيت بالتغيير والتجديد كمان. الواحد بقى ساعات ما يبقاش معاه فلوس يجيب بتاع، بس لما انت بقى بتبقي معاكي مثلا كده هو مفرش بتغيريه من هنا لهنا بتحسي بتغيير حلو جدا. انا بحس قوي بالتغيير ده. لو انت بقى زي كده لا اكتبيلي بقى ونبقى كده ايه بصرة. بس هنا حطيلي كده لايك كده منك، حلو كده ارزعيلي لايك عشان خاطر يعني ايه من ايدك الحلوة. وتسلم ايديكوا جدا جدا على اللايكات الحلوة دي. بس هنا بقى ايه بدأت ان انا اشيل التراب والمع بقى الخشب. اهم حاجة عندي الخشب، عشان خاطر خشب بقى اللي هو بتاع الشباك، خشب اكتر حاجة عندي في الغرفة يعني هو الخشب، فبيتطرب على طول. فعلى طول ايه ان انا بلمعه بقى بملمع بالقماشة، مفيش اي مشكلة. عايزه اقولك غسلت قبل كده الدفايات ديت في الغسالة زي ما قلت لكم في اول فيديو بجد يعني كل ما افتح الغسالة الاقي شراشيب شراشيب واقعة، بتاعت طبعا ايه اللي هي الشراشيب اللي نازلة منها دي. فقلت لا توبة، انا كده هبهدلها. فقلت ان انا انقعها احسن. زي كده هوت الفرو، مفارش الفرو بقول في كل فيديو يا بنات، عشان لو الناس اللي داخله جديده معايا، بلاش الفرو تغسلوه في الغسالة. الغسالة بيقدم على طول وبيخشن، اللي ما بيبقاش ناعم كده. عارفة لما تغسليه على ايدك او تنقعيه شوية، مش عايزاكي يا ستي تغسليه على ايدك، انقعيه. هتلاقي اخر الفيديو ان انا جايبة طبق وحاطة فيه اللهلوبة او حاطة فيه ويا ريت تحطي جل، ما تحطيش بودر للمفارش الفرو. تحطي حاجات جل يعني مثلا اوكسي جل. كورولوكس ده مقاطعة، خلينا احسن في الاوكسي. اوكسي جل. يعني بلاش كمان تحطي اللي هو حاجات بودر، لا، تحطي حاجات جل. فانا كان عندي اللهلوبه، فقلت بقى ايه اللهلوبه حلوه كده وهترغي معايا، وعلى طول باذن الله هقوم ايه يعني حطاها وغسله المفارش على ايدي، نقعها شويه وهغسلها على ايدي. طبعا بيبقى فيها اتربه، بس لو فيها بقع بتنقعها شويه كمان حبه حلوين يعني.
هنا بقى كانت الأوضة حرفيا يا بنات متبهدلة. طبعا زي ما عرفتكم قبل الفيديو دوت، كان عندي بقى أسرتي الكريمة ربنا يخليهم لي يا رب. فبقى الأطفال بقى وكده، سجاير مرمية، فتافيت بتاع. فحاولت ان انا بقى انفض كل الحاجات دي، عايزة اعيد الأوضة كده من جديد تاني واخليها نظيفة كده. ربنا يخليهم ليا يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا، ويجوا دايما على طول عندي وينوروني كده. بس انا كده بقى اهم شيء التعطير او البخور كده في البيت، عشان خاطر تحس كده. كنت والله يا بنات نزلت مشوار وجيت لقيت ريحة البيت نظافة حلوة، تفتح النفس بجد. كنت عايزة احضن البيت كده بسم الله ما شاء الله من الريحة. فبجد اهم حاجة ان انتي تعطري او تبخري كده. عايزة اقولك بتبقى ريحة حلوة. افتكرت والله، عارفين ايه؟ مسلسل رايه وسكينة. زي ما في المسلسل بيقول ايه، بتعطر وتمشي، قصدي بتبخر وتمشي. انا بقى انا في اليوم ده رحت مشوار، نزلت جبت شوية حاجات، فعطرت كده الريسبشن وعطرت اوضة الاطفال وخدت بعضي ونزلت. عايزه اقول لكم يا بنات والله رجعت حسيت كده ريحه كده منعشه ومرتاحه. عارفين اللي انتي راحه نفسيه كده، لما بتحسيها كده ان انتي مرتاحه نفسيا. انا فتحت الباب حسيت بكده. فما اجمل بقى، عايزه اقول لكم الجمله دي، فما اجمل ان انتي كده تحس براحه كده وريحه كده منعشه وحلوه. وبالذات كمان لما الدنيا تبقى بصوا بتلمع كده ونضيفه. عفوا. بس هنا بقى جيت عند الريسبشن، شلت بقى كل الكركبه، برضو كان في كركبه وفتافيت، وبصوا نفضت بقى الحفاظات دي كويس جدا في اوضه الاطفال قبل ما اشيل الملايات والكلام ده كله. قلت بقى اشيل البيضات البيضه ديت. هي بصراحه ماما عجبتها جدا. فيعني ما شاء الله انا الحاجه اللي بجيبها يعني من غير ماما كمان ناس كتير بيقولوا لي لا حلوه، ذوقك حلو في الحاجه ما شاء الله. فان شاء الله المفارش الجايه ان شاء الله تبقى حلوه احلى واحلى يعني. عايزه والله يا بنات اجيب مفرش جديد عشان انا بحب ان انا بغير كده من لما اجي اغسل واحد احط التاني على طول في ظهره على طول. ما بحبش اسيب الانتريه كده. واكتريته برضو بحط عليه اللي هو الفرش بتاعه. بس انا بصراحة بفكر ان انا ما احطوش تاني. ليه بقى؟ بحس ان انا بدخل كده وبوسع الانتريه، فانا مش عايزة احطه تاني. عايزة اجيب حاجة، عايزة افصل يا بنات على القد. عارفين الفرش اللي هو بيبقى على القد، يعني الراجل يجي يقيسلي بس اقول له ما تدخليش لجوه، عشان من جوه بحس ان الحاجه بتوسع من الجناب الكلام ده كله. فانا دقيقه قوي يا بنات، ما اعرفش في الحته دي، لو حد زيي برضو يكتب لي في الكومنتات. يعني انا في الحته دي دقيقه، يعني ان انا مش عايزه اوسع الانتريه بتاعي، مش عايزه ابهدله. طبعا لما انت بتحطي الكفر بتفضلي تدخلي بصوابعك، فالحته دي لما بتدخلي بتوسعي بقى الجنبين الظهر. فانا مش عايزه الكلام ده. فانا هحاول ان انا الواحد يحوش كده هو يظبط الدنيا، وباذن الله ربنا يكرمني اللهم امين، واعمل بقى فرش كده على القد بقى، يبقى كده على القد. في الفتره دي بقى احاول بقى احط مفارش، بس ان شاء الله اجيب المفرش الجديد. واديني عندي مفرشين، واحد ابيض والتاني كشمير. بس كده انا فرشت كمان الكرسيين، وجيت بقى عند الزرعه الجميله دي انا جبتها ساعه الجواز، بقى لها كده يجي داخله على 4 سنين. عايزه اقول لكم برضو عايزه اجدد واجيب فسطين كده ورد يبقى شكلهم بقى شياكه. في دماغي من زمان، من اول لما طلعوا الفازات اللي هي الجديده الترند دي. بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. ادعوا لي ويسهل لنا الحال جميعا يا رب، ويرزقنا جميعا اللهم امين. بس لو واصله لحد هنا بقى في الفيديو قوليلي واصله لحد ترابيزه الريسبشن يا بيرو. عايزه اعرف في ناس حبايبي واخواتي مستنيني يعني واصلين لحد الحته ديت. بجد هتستمتع بالفيديو، فيديو خفيف كده في نفس الوقت كده، يعني هيشجعك ان انت تقومي مثلا تخلي الريسبشن كده هادي وجميل.
انا من الفيديوهات اللي اصلا الروتينات دي ما شاء الله بتشجعني، بتخليني ان انا يعني عايزه اقولك ايه، بتشجعني. يعني مثلا لو شفت ريسبشن نضيف حلو، او ما انا كمان اشوف الريسبشن بتاعي اوضه الاطفال، اشيك على الدنيا، فاهميني، على الشقه يعني. فالحاجات دي الروتينات دي بتشجع بجد. بصوا هنا التراب دوت يعني بتاع البوفيه، مش عارفه بيجي من فين، والبوفيه اصلا جوه الريسبشن من جوه، يعني متداري بعيد عن الشباك، بعيد عنه الشباك، ما تعرفيش التراب دوت، اعوذ بالله. بس هنا خلصت وفرشت بقى الفرو تاني، ده ما غسلتوش الفرو ده عشان ما عنديش تبديل. لما الواحد ما يبقاش عنده تبديل ما بيرضاش بقى ايه يعني يشيل الحاجة، ممكن يغسلها ويرجعها تاني على طول. هنا بقى شلت بقى الحاجات اللي هي هتكعبني بقى تحتية كده عشان اروق الريسبشن حواليا، وبعد كده هعمل مكنسة بقى. عايزه اقولك كل ده وانا صايمه وصاحيه بدري. صحيان بدري يا بنات بيفرق جدا، بتلاقي نفسك خلصتي اللي مش عايز يخلص، حتى لو رغم عندك ولاد ربنا يخليهم لك روحوا المدارس الدروس، هتلاقي نفسك خلصتي كده وانجزتي كده. وبصي عايزه تنامي شويه تنامي، تقري الورد بتاعك، اكيد يعني لازم في اليوم نقرا الورد بتاعنا. فبتنجزي بقى، بتنجزي جدا في الصحيان بدري على الساعه 9 8، حلو قوي. بصي هنا بقى حطيت ديتول بالليمون، بجد بجد نظافة ما شاء الله، او ديتول عادي مش مشكلة، او داوني، تخلي بس ريحة الارض حلوة وتديها لمعة. بصوا انا بحب جدا الفقرة بتاعت التلميع ديت، بحس ان لا الريسبشن كده حاسة بفرق. وغير كده كمان ده روتين سريع، فانت حاولي تعملي السيراميك اللي باين عشان خاطر تديله لمعة وريحة وتعقيم. لو انت عندك ولاد صغيرين برضو، انت عارفة بقى احباب الله لما بيلاقوا حاجات في الارض بيحطوها على طول في بقهم، فحاولي لو عندك ولاد صغيرين تعملي الخطوة دي على طول، تحطيها كده في جدولك، اللي هو مسح البلاط دوت على طول بالديتول بقى وتعقمي الارض. عايزة اقولك هتفرق جدا جدا في نظافة بيتك، وفي نفس الوقت في ولادك لو خدوا حاجة من الارض، لا انت كده في امن وامان. اه والله امن وامان ان ياكلوا حاجة من على الارض، فانت كده مريحه دماغك. النهارده انا مظبطه الدنيا ومخليه الارض زي الفل تنشف، هما نايمين يصحوا كده اهوت، حد كل حاجه من الارض خلاص. طبعا لو عندك ولاد كبار لا عادي مفيش الكلام ده، طبعا هما بيبقوا فاهمين. اما بقى الاطفال الصغيرين احباب الله اللي هما الرضع اللي هما بيزحفوا دول بيحبوا، عايزه اقولك لا لازم ان انتي تلمعي. هنا بقى اللهلوبه القمر دي، قمر قمر يعني، فيها بصوا رغوه ما شاء الله جميله. طبعا زي ما قلت لكم البنات الجديده لسه اكيد مش عارفه الكلام ده، اللهلوبه دي يعني في منطقتي انا بس، يعني عايزه اقول لك مفيش حد عنده المكون دوت بجد يعني انا على طول بقول مفيش حد بيكتب لي ان عنده عندي اللهلوبه دي يا بيرو. بصوا الفرو بحب ان انا انقعه كده شويه يطلع بقى التراب اللي فيه، هتغسليه في الغساله عمره هيخلص، هيبوظ منك خالص ويبص يخشن كده ويبقى وحش خالص، كده بيبقى ناعم نفس اكنك لسه جايباه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك في هذا البيت، اللهم امين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله خلصت. عايزه اقول لكم اشوفكم على خير باذن الله، فيديو جديد، مع السلامه، باي.